باش ياثر على مودريتش او كريستيانو رونالدو او كروز، لاعبين عندهم خبره كبيره. زيدان نقول بصراحه لو مدرب اخر فاز بالقاب زيدان يمكن الصيف هذايا كان صيف معناتها نشاهدوه في الصحافه ونشاهدوه في التلفزيونات الكل. زيدان كان بعيد، دائما زيدان يحبذ ان اللاعبين هم النجوم والمدرب وراء النجوم، وهذا ذكاء من زيدان لانه يعرف كان نجم هو ويعرف قيمه النجم، ولهذا السنه هذه كان عام زيدان، لكن هو دائما وراء اللاعبين، دائما اللاعبين هو النجوم، يجير نجاح اللاعبين. هذه قوه المدرب. مورينيو لو فاز بالالقاب هذه راهو لاعبه في حجرات الملابس وهو في الصحافه كل يوم. لكن على ذكر كلام كابتن طارق، يعني دكتور طارق الجلاهمة، ان زيدان فاز على مدربين كبار، فاز على انشيلوتي مع ريال مدريد، فاز على أليجري مع ريال مدريد، فاز على معظم المدربين الاقوياء وسيميوني كذلك. هل يفوز اليوم على مورينيو برأيك؟ وارد جدا، واعتقد عنده الامكانيات. زيدان حقق نقله نوعيه ممتاز جدا مع ريال مدريد. بعد بينيتيز الفريق كان مضعضع، الفريق كان فاقد الثقه، وهذه النقطه المهمه، وهذه اللي عمل عليها زيدان بصوره اكبر. هو زرع الثقه وعادها للاعبين، علاقته مع اللاعبين ممتاز جدا، وطور من ادائهم. والنجاح الاكبر انت انظر الى دكه احتياط فريق ريال مدريد، دكه احتياط ريال مدريد من افضل اللاعبين الموجودين، اي لاعب ينزل الملعب يؤدي ادوار مختلفه وادوار افضل. وبالتالي هنا عمليه السكواد اللي عملها، عمليه المجموعه اللي تم فيها وعمل فيها طول الموسم الماضي، كانت مجموعه ممتازه جدا، بالرغم ان كان هناك في بعض اللاعبين اخفاق، في بعض اللاعبين نزول مستوى بعض اللاعبين، اصابه مطوله بالنسبه لبيل، كل هذه الامور كانت تعيق من عمل زيدان، ولكن تغلب عليها بفضل الامكانيات اللي يمتلكها كمدرب، بالخبرات اللي اكتسبها، بالرغم انه هو العمر التدريبي ليس بالعمر الكبير، لكن ايضا عمره كلاعب وخبراته كلاعب اضافت له في الناحيه التدريبيه. نعم. على كل حال يعني